طبعا ما ينفعش النهارده يبقى نصف نهائي الاهلي في كاس العالم قدام الفريق البرازيلي فلومينسي، وما يقدرش نتكلم عن نقط ضعف ونقط قوه النادي الاهلي ونقط ضعف وقوه الفريق زي فلومينسي. في البدايه المباراه اهميتها ان هي اخر نسخه من البطوله اللي ممكن الاهلي بعد كده ما يقدرش يوصل اساسا لنصف نهائي، برغم وجود الفرق الاوروبيه الكبيره هتبقى في 12 فريق من اوروبي واكثر من 6 فرق من امريكا الجنوبيه، فده هيخلي فيه منافسه اشد في التحامات، في قوه فنيه قوه بدنيه اللي هتفرق عن قاره افريقيا بوجه عام. ولكن الضغط النفسي اللي هيبقى على لاعبي النادي الاهلي هو ان في اخر نسخه من البطوله من النظام القديم بتاعها، بعد ما تنتقل في الموسم الجاي ان شاء الله النسخه اللي هي 32 فريق في كاس العالم اللي هتستمر على طول عاد لحد ما الله اعلم لحد متى. ولكن الفريق فلومينسي هو النسخه الاولى ليه او المشاركه الاولى ليه في كاس عالم زي دهاتي، ودلوقتي ممكن يديك بعض الشيء انه مثلا ما عندوش خبرات، ولكن لما تبص على الفريق او السكواد بتاع فلومينسي لا هتلاقي فريق كله مدجج بالنجوم، يعني على راسهم مثلا واحد زي مارسيلو طبعا لا غنى عن التعريف في ريال مدريد والتشامبيونز ليج والدوري ابطال اوروبا والليجا الاسبانيه، وده كله طبعا لا غنى عنه. واحد زي كوتينيو اللي طبعا لعب في بيراميدز قدام الاهلي وعارف نقاط ضعف الاهلي وسجل في الاهلي كثير، والاهلي عارفه وجماهير الاهلي عارفه، كل المصريين عارفينه بحكم انه كان بيلعب في فتره حساسه بين الاهلي وبين بيراميدز، فكانت المباريات دي مرتقبه. اما عدا اللاعب الثاني لما اتذكر اسمه يعني، ولكن لعب في الانتر ولعب في اليوفي والدنيا دياتي، ولعب في جوله اسرار. ولكن لما تيجي تبص على خط وسط فلومينسي، لا خط وسط فلومينسي بيحمل 2 لعيبه في 22 سنه من عمرهم، ممكن واحد فيهم قوه بدنيه، التحامات، مهاره. طبعا البرازيليين انت عارفينهم بيمتازوا بكل حاجه، بيمتازوا بكل حاجه في المهاره والبدني واللعب الحلو والسحر الكروي، فبتلاقي الواحد فيهم برغم الضغط اللي عليه وبرغم كل حاجه بيقدر يفوت ويعدي. وطبعا عارفين البرازيليين وعارفين لعبهم. واحد تاني جنبه برضه نفس الكلام، بيزداد بيبنوا الكره منه وبيعمل كرات طوليه، بيقطع كرات من الفريق الخصم. ولكن برضه المميز فيهم ان هم الميزه بتاعتهم ان هم بتلاقيهم ال10 لعيبه اللعب كله بتلاقيه كده، يعني تحس ان هم صوابع ايد كده ومكتفه ما تقدرش تطلع منهم. وده لانه بيعملوا كتره عدديه مبالغ فيها جدا، وبيعملوا حاجات يعني تزهق الخصم في اللي هم بيعملوه، سواء على الكتره العدديه، سواء حتى في الاستحواذ، سواء حتى في التمريرات بالكتره. مش مهم يعمل ايه، اهم حاجه الكره تبقى معاهم لاطول فتره ممكنه. ودلوقتي لان هم ممكن في بعض العناصر فيهم كبيره في السن اللي ممكن يتراوح من 35 وفي حتى ال 40، فبيحاولوا يخلوا البدني بتاعهم او الجري بتاعهم على الكد، لان عارفين ان البدني بتاعهم مش فت قوي. ولكن لما تيجي تبص حتى على راس الحربه اللي عندهم تلاقي ان راس حربه مش موجود اساسا، يعني راس حربه بيسجل الموسم الحالي فوق ال 40 هدف، والموسم اللي قبليه فوق ال 35 هدف، وعنده 35 سنه وعنده فوق ال 35 سنه. هنا يبين لك ان الفريق لا عنده حلول، عنده لعيبه، عنده كل حاجه حلوه، عنده في حلول، عنده حتى لما بيزهق ويلاقي الفريق اللي قدامه كتفه في نص الملعب او كتفه في المساحات ضيقه، لا بيلعب اللونج بول ويلعب الكرات الطوليه وبيلعب كل حاجه. فهو فريق تكتيكيا وفنيا متكامل في كل الحلول. عرضيات بيلعب، لونج بول بيلعب، اختراق من العمق بيلعب، تسديدات. والسلاح الاخير او اللي لازم نخلي بالنا منه هو التسديدات من بره ال 18 اللي هم بيمتازوا فيها بشكل كويس جدا، وده اللي بيسجلوا فيها اكثر من هدف. وده نقطه ضعف عندنا احنا كفريق في النادي الاهلي، او حتى على مستوى حراسه المرمى في محمد الشناوي اللي بيدخل منه اهداف ممكن ما تدخلش، على الرغم من انه بيتصدى والكرات صعبه، على الرغم انه بيشيل انفرادات، ولكن تظل نقطه الضعف لمحمد الشناوي هي التسديدات من بره ال 18. وده تعاد لما يخش عند فريق زي الاهلي ازاي يلعب وازاي يقدر يقفل. هو تلاقيه لازم واحد زي اليو ديانج ينزل في نص الملعب يلعب رقم 6، يمسك اللاعب اللي بيتنقل الكره وبيلعب من كل حاجه، لانه التحام بدني مع قوه. واحد زي نبيل كوكا مش هيقدر يعمل ده كله طوال 90 دقيقه، مش هيقدر ينافس، مش هيقدر يجري، مش هيقدر يعمل تحميل قوي، مش هيقدر يعمل سبرنتات، مش هيقدر يعمل ده كله. واحد زي اليو ديانج لا لازم في نص الملعب جنب واحد زي مروان عطيه يبقى على يمينه، واحد زي امام عاشور يبقى على شماله. فلازم اللاعب الثاني عادل اللي ممكن الواحد زي عم بنعم، يعني المفروض
تلعب السهله، تلعب البسيطه، تلعب السهله الحلوه، ما في كوره جنب الخط عادي تطلعها في التماس، مش لازم تتفزلك وتتقطع منك بعد كده، لان اللعيبه فنيا اعلى، بدنيا اعلى، مدرب الفريق ممكن يكون حتى بدنيا او فنيا اعلى مننا، فبحكم ان هم فنيا اعلى فهيبقوا متفوقين علينا داخل الملعب، وبحكم ان الفريق المدرب بتاعهم بيحفظهم كم جمله حلوين او بيحفظهم ان هم يتكتروا في كل الاماكن، فده تخليهم اليوم الافضليه. ولكن علينا ان احنا نلعب هجمات مرتده، نضيق المساحات زي ما عملنا في فريق الاتحاد، ونقفل نص الملعب، نقفل الاطراف، نقفل العمق، وده مش هينفع، مش هيحصل غير بحاجه واحده، ان الفريق كله يتكتل يلعب كتله واحده كده زي ما هم بيلعبوا، يضيق المساحات عليهم، وبعد ذلك يراعوا ان فيها هيلعبوا كرات طوليه من ورا المدافعين، فده يخلوا بالهم منه. وعلى واحد زي مروان عطيه، واحد زي امام عاشور، واحد زي اليو ديانج، اهم حاجه التسديد، يتمنع التسديد نهائيا منه، لانه عندهم خطوره كبيره من التسديدات، خصوصا ان احنا عندنا حارس محمد الشناوي ممكن يكون يتميز في كل الحالات في حراسه المرمى، ولكن بيجي عند التسديدات، وشفنا كذا هدف دخل فيه تسديدات ما تدخلش يعني في حارس مرمى كبير بقيمه محمد الشناوي، اللي بيتصدى ركلات الجزاء بشكل كويس، بيتصدى الانفرادات، بيتصدى التسديد من داخل الست ياردة، وبيتوقع وبيتمركز في الكرات العرضيه وحتى في الركنيات بيتمركز بشكل كويس، ولكن بتيجي في العرضيات وهنا بتقلب بطه بلد يا محمد الشناوي، فلازم احنا عن نفسنا نمنع، حتى لو هو برضه حارس حلو في التسديد، فلازم احنا نمنع ان ما ضمنتش برضه الكوره هتيجي كده، كوره تصد في لاعب تغير اتجاه تخش الجول، وده انت لو سجل فيك هدف فانت خلاص بره المباراه، لان عشان ترجع قدام فريق زي ده منظم دفاعيا قوي دفاعيا، عنده لعيبه في خط النص هتقدر تلعب هجمات مرتده، وهم اساس انت لعبتك ان انت تسيب لهم الكوره وتلعب من وراهم، تسيب لهم الكوره وتلعب على الهجمات المرتده زي ما عملت في فريق الاتحاد، وده كان الملخص بتاع اللي ان شاء الله الاهلي ومباراه الفلامينسو، وان شاء الله بالتوفيق للاهلي انه يصعد للنهائي ويقابل السيتي ان شاء الله، وان كان الفريق اللي ده يحصل، لان دي اخر نسخه واخر نسخه للنظام الحالي من البطوله.